عليكم. يا هلا والله. في واحدة من المتابعين كتبت التعليقات على موقف جدا ما اعرف اقول. انا راح اقول التعليق المحرج اللي قالته قبل كل شيء. اضغطوا لايك وشير وسبسكرايب ويلا نبدا. تقول صاحبة القصة يوم من الايام في الفصل الدراسي الاول كان في واحدة اسمها رنيم رنيم في صف سادس خمسة. انا وهي مو نفس الفصل وانا صف سادس واحد وهي سادس خمسة. المهم يوم من الايام كان عندي ورق لاصق نفس حقة رنيم. المهم وفي بنت كل يوم تحطها جنب شنطتها. لما اخذها فكرت في حقي للاسف طلعت حقتها وقالت لي خير بكل ثقة كمان. انحرجت من هذا الشيء وتعور قلبي وانحرجت يعني احراج. وانا قلت لنفسي يوم من الايام راح اتقبلها. غيرت شكلي 180 درجه في طابورنا في حاويه مستطيله جدار مستطيل. حتى البنات اللي في سادس خمسه تكون عندهم وراهم هذيك الجدار مستطيله. اسوي نفسي كل واقف معاهم. غيرت شكلي 180 درجه حتى سجلت بالنظام عشان استفزها مو عشان اني اروح فوق والبس لا عشان استفزها. وانا كذبت عليها اصلا اسمي لمار مو هي اسم صدقي لا بس كذبت عليها اكذب عليها باسمي لمار. المهم قالت لي لباس ابغى صرخت عليها وقلت لها لا انا بلي لباس انا لمار وكذا وصرخت عليها لانه في بطاقه في ورقتين بكتب لمار وبكتب لباس اغيرهم بعض الاحيان. المهم حطيت قلب من اقلامي في جنب شنطتها. اخذتها لانه عندها زيها. اخذت منها بكل ثقه من عقلي قلت لها خير كذا صبغت شعري وكذا وصرت البس كمام بس عشان استفزها. وبعدها علمتها درس وانا واثنين صديقاتي بنتنمر عليها. اول ما انا وصلت اول وحده في الطابور موقف طابور قدام لا هذيك الجدار المستطيل اللي قلت لكم عليها اقعد عليها اسوي نفسي كول. المهم هذا دقيقة يا جماعة. المهم في الفسحة وقفت في الدرج وقالت لي رنيم لباس أبغى مويتي فوق في فصلي. قلت لها خير أنا مالي لباس وقلت أنا اسمي لمار وكلام وسخ بالوسخ. وبعدها هذا غيرت شكلي استفزيتها اتهمنا قلنا المدير اللي رنيم فيه تسرق وكذا. يوم من الأيام قالت لي تعلمت منك درس وأنا قلت لها عفوا ما عديت تتكلمي في الطابور يوم كنت جالسة في الحاوي. وقالت لي يا رنيم تعلمت منك درس قلت لها عفوا ما عديت تتكلمي وبعد شيء تضرب الجدار وما كانت تعرف انه انا اللي علمتها هذول الدرس. اخر شيء انقلت من المدرسه عشان الاشياء اللي صارت لها قبل ما تقول كلنا نتنمر عليها ونضربها ناخذ فطورها بس عشان ننتقم منها باي طريقه. عشان وبعد يوم من الايام قالت لي انا تعلمت منك درس وكنت في الطابور في مكاني قلت لها عفوا ما بتتكلمي. يوم انا واقفه في الحاويه في الطابور اخذت مكان البنات زي كذا في الطابور ورانا حاويه جدار زي ما قلت لكم وفي الطابور اخذ مكان البنات واجلس عليه زي ما يسوي لها صديقاتي كل يوم زي ما يسوي لها صديقاتي كل يوم اسويها زي ما يسوي لها صديقاتي اسويها. انتقمت منها استفزيتها قلنا للمديره يا ابني رنيم زي كانت تاخذ قلمي استفزت اخذت 4 تعهدات وفصلت نهائي. ليش انفصلت نهائي؟ بسبب انا علمتها درس جدا حزين عشان تعرف عيب نخرج الناس ونور قلوبهم زي كذا يعني. غيرت شكلي استفزيتها باي طريقه. تقول صاحبه القصه او انا اقولها كانها صارت لي عشان تفهمون اكثر. لكذا يعني استفزيتها واتكلم مع بنات الشله اتكلم مع شله المتنمره اسوي نفسي كول حتى مخربه اسمي 3 بس كذا استفزها. قصيت شعري قصير مو بوي لا قصير زي الناس اللي يكون شعرهم بالراس ولا بالهذا. المهم يا جماعه زي كذا يعني استفزيتها طفشتها تطفيش عشان تتعلم درس عيب نخرج الناس ونعور قلوبهم ونتهمهم بالسرقه دي شيء عيب. وشكرا يا صاحبه القصه على هذا الشيء المستفيد. اكيد الناس راح يستفيدون اذا احرجنا احد ولا شيء زي كذا يعني بس عشان عيب نستفز الناس ونتهمهم بالسرقه ونستفزهم هذا جدا عيب وهذا الشيء يقهر وده شيء بيستفز. وتقول وكمان اكره رنيم مو انا اللي اكرهها لا صاحبه القصه تقول صاحبه القصه ده هي تكره رنيم ما ادري ليش. وبس كذا انتهى الفيديو. اتمنى يا المتابعين اذا حرجنا الناس ما ينفع نحرجهم عشان ما يصير لنا هذا الشيء. اضغطوا اللايك والشير والسبسكرايب وباي. وبعدها اتمنى يا حبايب انه عيب نحرج الناس عشان ما يصير لنا هذا الشيء. اذا انتم ما تبغون الشيء يصير لا نحرج الناس عشان ما يصير لنا هذا الشيء اللي ضايق القلب. وكذا يعني وصلوا لي 10,000 مشترك 300,000 لايك انتم قدها لا تقولوا تبغوا قدها. واذا وصلت 20,000 مشترك راح اظهر وجهي لازم اوفي وعدي صدق. اذا وصلت 20,000 اظهر وجهي تمام فيعني زي كذا يعني. واذا وصلتوا ل 20,000 لايك وعدد مشاهدات كبيره يعني 23,000 لايك راح اظهر وجهي وراح اوفي وعدي. المهم يا حبايب انه هذا الدرس عشان انه رنيم اللي تقول صاحبه القصه تتعلم درس وتقول انه هذا الشيء صار لها هذه يصير في الفصل الدراسي الاول قبل ما يبدا الفصل الدراسي الثاني قبل الفعاليات والخميس. واكمل الشيء الباقي اللي صار. وبعدين جلست اقول واحده صديقتي تقول صاحبه القصه بعدها رنيم جلست تطالع علي قبل ما اتقم منها سويت نفسي ما اشوفها كشيت عليها وقلت لها كلام وسخ بصوت واطي. سمعتها قالت ليش تقول انا قلت لها خير وطير وقلت لها كلام ووسخ وضربتها من الاستفزاز اللي ضربتها من حركات الاستفزاز اللي جلست تسوي نفسها كول زي كذا يعني. وهذا الشيء يعني عيب ومليون عيب انه نحرج الناس ونعور قلوبهم بس عشان هذا الشيء التافه.
يا جماعة، وتقول وبعدين كشيت عليها قلت لها كلاب وسخ بالاستفزاز اللي جالسة تسويها، ضربتها ضرب من الاستفزاز وزي كذا. يعني عيب انه نحرج الناس ونعور قلوبهم، هذا ذنب كبير، الله ما يرضى على هذا الشيء. لن يسامح الله من اوجعك واحرجك وعور قلبك او ابكاك، ولا ما ينفع انك تدورين على الانتقام. وبس اضغطوا لايك سبسكرايب، وصلوا ل 10,000 مشترك 300,000 لايك، واذا وصلنا على هذه العدد راح اوفي وعدي واظهر وجهي. وباي.